السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الأحباب. تعالوا نكمل النهاردة مع بعض الجزء الرابع آخر رمضان قبل المهدي. هل ستتحقق هذه الأحداث رمضان 2025؟ علم ذلك عند ربي، نحن لا نضع توقيتات ولكن ننقل لكم الأحاديث النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا كيفية النجاة من الصيحة والهدة. أول دقيقة يموت 70,000. أحاديث مهمة وجب التحذير. كيفية النجاة من الصيحة والهدة، تعالوا مع بعض نبدأ الحلقة بتاعتنا وشاركوها الآن على جميع المنصات. عايزين نصل لأكثر من 7,000 إعجاب النهاردة بإذن الله علشان الحلقة تتصدر المنصة وننشر هذا الكلام. أخرج الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد في تفسيره في قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال: بلغنا والله أعلم أنه صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان تخرج له العواتق من البيوت. عايز أنبه وأقول إن نصف الشهر الهجري بيبدأ من 13 14 15 الثلاثة الأيام القمرية. يعني لو وافق يوم الجمعة كما جاءت روايات أن هذا الصيحة أو الهدة في يوم جمعة، لو جاءت أؤكد في ليلة 13 يطلق عليها النصف، لو جاءت في ليلة 14 ليلة 15 يطلق عليها النصف من رمضان. فانتبهوا جيدا لهذه الملاحظة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في رمضان صوت، والصوت هنا المقصود به الهدة أو الصيحة، صوت عظيم. طيب تعالوا كمان نقرأ مع بعض هذا الحديث المرعب الذي أخرجه الإمام ابن المنادي في حديث ابن الديلمي، وزاد فيه بعد قوله: يصعق له 70,000 ويعمى 70,000 ويتيه 70,000. يعني الحديث ده والرواية ديت كانت عايزة حلقة من بابها. خد بالك، يصعق له 70,000 من الصوت، الصعق يجي في الأذن فيصعق 70,000. ده أول دقيقة، ده مش العدد كله، ده أول دقيقة، أول دقيقة فقط. الأثر دي عرفناها. طيب ويعمى 70,000. طيب ليه يعمى؟ لأن هذا الصوت والله أعلم له أثر إشعاعي، ليس بصوت فقط، يعني مش صوت بس، ده ممكن يكون انفجار نيازك، انفجارات في السماء مصدرها السماء، فتؤثر على النظر وعلى العين. علشان كده هنعرف بعد شوية الرسول عليه الصلاة والسلام بينصحنا بإيه في الوقاية من هذه الصيحة أو الهدة. ويتيه 70,000. ركز أو معاه في الكلام ده. يعني إيه يتيه؟ ده واضح إن الأثر الإشعاعي إنجاز التعبير بيؤثر على العقل وعلى التركيز، فالإنسان يصيب حالة من الإغماء، التوهان، عدم التركيز. فحاجة يعني سبحان الله غريبة قوي. أنا عملت حلقة وقلت لكم إن أثر النووي اللي هما بيتكلموا عنه، اللي احنا ما شفناهوش بصورة ملموسة، شبه الأثر بتاع الصيحة أو الهدة. ودي عايزة حلقة هي كمان عشان نقول لك على الخطة اللي هم بيحضروا لها الفترة القادمة. يبقى الأثر اللي احنا بنتكلم عنه دوت تلاقي على طول ورا هذا الحديث في كتب أشراط الساعة، تلاقي الحديث اللي هعرضه لك دلوقتي بتاع شهر بن حوشب. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في المحرم ينادي مناد من السماء: ألا إن صفوة الله من خلقه فلانا فاسمعوا له وأطيعوا في سنة الصوت. يبقى إيه؟ أول معمعة. يبقى الحديث ده يأكد لنا على طول إن رمضان لو رأينا هذه الأحداث اعلم أن هذا هو عام الظهور. باختصار كده، لو رأينا، عشان كده الموضوع مش سهل. الناس اللي قاعدة بتسأل تقول كل رمضان بتقوله، لازم كل رمضان نقول ونحذر ونستعرض الأدلة، لكن التوقيتات علمها عند الله، فلا يعني ايه يزايد علينا احد. احنا لا نضع توقيتات، احنا بنقول لك لو حصل هذه العلامات في رمضان تأكد ان هذا العام هو عام ظهور الامام المهدي على طول في محرم. يعني وفي ترتيب للأحداث كده هبقى استعرضه في حلقة تانية بإذن الله، ايه اللي يحصل في رمضان، بعد رمضان بقى يحصل ايه في شوال، وبعد كده يحصل ايه في ذي القعدة، وبعد كده ذي الحجة، بترتيب بإذن الله إن شاء الله أوعدكم بهذا الأمر. في رواية أخرى برضو بتقول لنا، الرواية ديت في النصف من رمضان إذا كانت ليلة النصف ليلة جمعة، واحنا فصلنا ليلة جمعة، يكون صوت من السماء يصعق له 70,000 ويخرس فيه 70,000. ده صوت هيعمل صدمة عصبية، حفظنا الله وإياكم، لدرجة إن الناس هتفقد صوتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتفتق فيه 70,000 عذراء. يعني شوف كمان الروايات ديت الغاز والله بتبين لينا ان هذا الصوت هينتج عنه كوارث، والمعصوم من عصمه الله. طب نعمل ايه؟ فقالوا فمن السالم يا رسول الله؟ قال اول حاجة هو هنبتدي بقى كيفية النجاة. خد بالك، اول حاجة من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير. نفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيت هذه الأحداث. الناس اللي بتقول إن ديت أحاديث ضعيفة، احتمال إن هي تحصل، ده الرد، لأن كثير من الأحاديث الضعيفة تحققت، وإحنا دورنا إن إحنا ناخذ بالاحتياط. مش هيضرك حاجة لو عرفت أساليب الوقاية والنجاة من هذه الأحداث. وأنا بقولك كلام يعني أتحمل مسؤوليته، أنا أرى أن هذه الأحداث ستتحقق. طيب إمتى يا شيخ؟ رمضان ده ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه؟ علم ذلك عند ربي، لا نضع توقيتات، كلام واضح. لكن أرى أن هذا الحديث الضعيف اللي ضعفوه أرى سيتحقق. هنعرف ليه تلزم بيتك، وهنعرف ليه التعوذ والاستعاذة بالسجود، اللجء إلى السجود، وهنعرف ليه الجهر بالتكبير. تعالوا نقرأ هذا الحديث. هذه الهدة وصفها النبي في النصف من رمضان ليلة جمعة: توقظ النائم، تقعد القائم، تخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل. حرصوا واحترسوا، لأن الإحصائيات بتكلمك إن هذا العام اللي احنا لسه يعني في أول 3 شهور فيه، ما دخلناش كمان على الشهر الثالث، معدل الزلازل قياسي، ولو حسبتها بالهجري هتلاقي سنة 1447 هجريا هتلاقيها سنة قياسية في الزلازل، في سنة كثيرة الزلازل. فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم. هذه إشارة إن النبي بيدينا كمان إشارة أن هذا الصوت سيكون ما بين الفجر والجمعة. ركز قوي في الكلام ده، لأن الكلام واضح اهو. ليه؟ صليتم الفجر ادخلوا البيوت وأغلقوا أبوابكم، أحكموا وسدوا كواكم، الفتحات.
لكي يعني عشان الصوت تقللوا من حدة الصوت. ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم. يعني إيه دثروا أنفسكم؟ عشان غطوا نفسكم، كلفتوا نفسكم عشان الإشعاعات ما تتخللش وتدخل الأجساد. سدوا آذانكم قدر ما تستطيع من قوة الصوت. فإذا أحسستم بالصيحة، ركز أوي أنا بديك النهاردة كنوز. أحسستم يعني إيه؟ يعني مش هتلاقي صوت جامد مرة واحدة، لا، ده أنت هتلاقي صوت تدريجي. شوف دقة كلام النبي، أحسستم يعني إيه؟ ليها مؤشرات، مش ضربة واحدة. أصوات، ربما تقلبات، ربما الله أعلم، لكن لها مقدمات تقعد المقدمات دي دقائق ربما، وبعد كده تلاقي الصوت، والله أعلم. فخروا لله سجدا، أكثروا من السجود عشان تخرجوا. لو في الفتحات تخللتها دخلت والإشعاعات دخلت للجسم، يبقى السجود يطرد الشحنات السالبة. ركزوا قوي. وقولوا سبحان القدوس، سبحان القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. عايز أحافظ على وقت الحلقة. عايزين نكمل مع بعض الجزء الخامس. اكتب لنا في التعليقات جزء خامس واضغط بكثافة على زر الإعجاب لايك علشان أعمل ليك الجزء الخامس. آخر رمضان قبل المهدي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.